ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ده روتين الفسيخ. طبعا الروتين ده كان بقاله فتره، بس بقى حبيت ان انا احضره معاكم كده. طبعا قررت في اليوم ده ان انا هعمل اكله فسيخ. طبعا الفسيخ ده جاهز شارياه من بره، مش عاملاه في البيت. وقررت بقى ان انا خلاص هاكلهم فسيخ، يعني هاكلهم فسيخ. وكنا تقريبا على دخلة العشاء، يعني مش واكلينه بدري خالص. وطبعا انا يوم الفسيخ بتاعي دوت بيبقى روتين ليه بقى؟ اللي هو تحضيرات بقى الفسيخ، وبعد الاكل بقى بنعمل ايه، والتنظيفات بقى. ولازما ان انا اخلي بقى يعني الريحه بتاعه الفسيخ دي مختفيه تماما. فهتشوفوا معايا كل حاجه هعملها معاكم. طبعا انا كده فتحت الفسيخ، كنت جايبه كده 4 فسيخات، وطبعا انا بحب الفسيخ جدا. وابني بقى قعد يقول لي يا ماما ايه السمك ده، احنا هناكل سمك ني وكده، وما كانش متقبله خالص بصراحه، ما عرفش ياكله. قعد يقول لي ايه القرف ده وكده بصراحه، فخلاص هو مش هياكل فسيخ. تمام. بس بقى انا بحب الفسيخ، يعني سمكه الفسيخ دي عامه، وبحب كمان ان انا اعمله في البيت، بس كنت مستعجله وخلاص. وطبعا جوزي قاعد يقول لي ايه ده هناكل فسيخ؟ قلت له طبعا احنا هناكل فسيخ دلوقتي، عاجبكم ولا هاكله لوحدي؟ بس طبعا كلهم اكلوا معايا. سوري بقى، رغيت كتير، بس حبيت ان انا اقول لكم يعني اليوم ده انا عملت فيهم ايه. كده انا بفتح معاكم الفسيخ، وبحط بقى حواليه الليمون كده، وطبعا بنشيل الحاجات اللي جواه ده عشان يبقى نضيف، بس هو كان طعمه زي الزبده. وطبعا كده حضرت الفسيخ، قطعت البصل، قطعت طماطم، وقطعت خيار. ماشي، فظبطت لهم الدنيا. زي ما انتم شايفين احلى اكله ممكن تاكلوها في حياتكم لو انتوا بتحبوا الفسيخ. واللي ما بيحبش الفسيخ ده بجد لازم يجربوا، فايته كتير، هتحبوه والله العظيم. خلاص بقى خلصنا الفسيخ واكله الفسيخ، والواحد ارتاح كده شويه. قمت طبعا دخلت على المطبخ بعد ما لميت كل حاجه وشلت الاكل وتمام. طبعا بجيب الكيس اللي هو كنت شاريه في الفسيخ ده، بلم فيه كل القشر بقى بتاع الفسيخ وكل الزفاره دي، وبعدين بقوم يعني رمياه كده لوحده، او بلمه مع الكمامه اعزكم الله، وباخده كله برميه. بدأت طبعا ان انا ادخل اغسل كل المواعين، احط بقى شويه الصابون السائل بتاعي كده، بستخدم فيه بقى حلو قوي وبيضيع اي ريحه، وطبعا بالليمون. ممكن كمان تحطي شويه خل. فانا بدأت ان انا عشان يبقى مركز اكتر وريحته حلوه، باخد كده منه على السفنجه والسلكه واغسل كل الاطباق، فكانت ريحتهم تحفه، ما كانش فيه اي ريحه فسيخ. طبعا في مقطع مش هيجي معاكم، اللي هو بعد كل ده بدخل على الحمام. طبعا مطرح ما بنغسل ايدينا بحيث ان الحمام كله فسيخ، باخد بقى كل الحاجات اللي هي مليانه ميه دي، بغسلها كلها من بره ومن جوه، وبملاها ميه نظيفه، وبنضف الحمام، وبمسح ارضيه الحمام بقى باي منظف عندي، برسيل جل او اي حاجه، بمكنسه كده حطاها في الحمام. وبغسل بقى كل حاجه، يعني التويلت والحوض، كل حاجه. المهم مش هخلي اي ريحه للفسيخ تماما. فده طبعا بياخد مني وقت ومجهود، بس ما تنسوش تدعموني بلايك، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا كل جديد واول باول بينزل في القناة. كده انا خلاص بقى خلصت المواعين وغسلت الرخامة وظبطت الدنيا، لسه بكمل يعني غسيل المواعين وهو معاكم. خلاص بقى ظبطت الدنيا، وعملت كمان كيس لباسكت الزبالة او الكمامة عزكم الله، يعني جديد نضيف. ومسحت طبعا الارضية وظبطتها، وكل حاجة بقت بتلمع وبتبرق قدامي زي ما انتم شايفين. طبعا حطيت كلور في الشرشوبة، في الجردل بتاع الشرشوبة ده، وبدأت ان انا امسح الارضية. تمام كده. ده الروتين عشان يا جماعة اللي بياكل فسيخ ياخد باله ان هو ينظف كل حاجة. لو مش عارفين ان في روتين للفسيخ، لا لازم تعملوا الروتين ده عشان تخلصوا من ريحة الفسيخ. طبعا ده بخور انا كنت مولعاه جنبي بوريهولكوا عشان يضيع اي ريحة موجودة قصادي في المطبخ. وطبعا ولعت بخور برضو في المكان اللي احنا اكلنا فيه الفسيخ. وفتحت شباك الحمام بعد طبعا ما غسلت كل الحمام وكل حاجة فيه، ودي البوتاجاز كمان نضيف وبيلمع، كل حاجة كده بقت نضيفة. تمام. زي ما انتم شايفين جبت فنجان كده والبخور، وجبت مشبك عشان يبقى كويس عشان ما يبوظش الفنجان. وبقول لكم كده ان يعني ما تنسوش تدعموني بلايك، وان ده بقى روتين الفسيخ، وان انا تعبت واتهديت. بعد كده بقى جبت بيبسي اللي هي سيفن دي، بعد ما حطيتها كده في التلاجة، بعد ما معدتنا كده ارتاحت عشان نهضم بقى الفسيخ وكل الحاجات دي.
جبت الكوبايات الجميله قوي من النيش، وبدات ان انا احط لهم بقى البيبسي. طبعا احنا جميعا يعني لما بنعمل فسيخ، ناس بقى بتاكل الفسيخ وخلاص تشيلها ويشربوا كوبايه شاي وخلاص ولا كأن حاجه حصلت، والدنيا تبقى ريحتها فسيخ، ندخل البيت نلاقي الطريقه بتاعتي دي هتتخلصوا من اي ريحه، والدنيا بقت بتلمع مفيش اي ريحه. وهنا بقى ابني ديمو كان استحمى واخد الشاور اللطيف بتاعه، بقى ريحته كده زي القمر، برضو اكل فسيخ يعني، خليته اكل فسيخ بعد الفسيخ، بس خلاص قرر ان هو مش هياكله تاني، وطبعا قاعد بيشرب البيبسي وخلاص كده استعمل بعد الفسيخ وبقى زي الفل. فاضل بقى ان انا ايه اخلص بقى بقيه الحاجات اللي اعملها وادخل اخد الشاور ويبقى الدنيا كده زي الفل. وطبعا عشان ريحه الفسيخ تضيع من ايديكم يا جماعه، اغسلوا ايديكم بشويه بن او شويه خل او كده يعني هتروح. خلاص بقى عملت حاجه ورايا، اقعد بقى شويه روقان كده مع نفسي، احضر القهوه بتاعتي واعملها بقى واشربها، كوبايه ميه كده لطيفه، طبعا بعد البيبسي بفتره وبعد ما معدتنا ارتاحت وكل حاجه بقت زي الفل حوالينا. خلاص كده ادخل على القهوه دي. طبعا في يومي يعني لو يومي مفيهوش قهوه بيبقى اليوم كله بايظ. ما حبيتش ازود السكر بس كان زايد مني فشلت منها شويه. احط القهوه بتاعتي دي، بجيب قهوه يا بن نجار او ابو عوف، وفي كمان نوعيه انا بجيبها من عند مطحنه بن، بتبقى توليفه كده طعمها حلو قوي وريحتها تحفه. هو اللي بيطحنلك البن وبيعملك التوليفه كمان اللي انت عايزاها، او هو مثلا بيعملك توليفه من عنده بتعجبك جدا يعني. ده العشاق القهوه طبعا، وانا من الناس اللي بتموت في القهوه وبحب اللقطه دي قوي، اللي هو بفضي كده القهوه بحس ان انا خلاص بقى هبقى مستمتعه، واقعد كده مع نفسي اسمع حاجه على النت، اقرا حاجه، اسمع اخبار، اقعد عامه مش بعمل اي حاجه، بس كده خلاص خلصت القهوه بتاعتي وكده خلاص. بس كده انا خلصت الروتين بتاعي وهتسلم ميه وعملت القهوه بس لسه سخنه، بس لسه سخنة وهتحط بسيبها ميه بقى. عليه. واروح بقى اخد شاور واظبط نفسي وارتاح، عشان بقى اضيع اي ريحه فسيخ. وبقى طبعا ايه بعد ما عملنا كل حاجه في البيت نظبط الدنيا كلها كده. بقى هقول لكم اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد، وما تنسوش تدعمونا بلايك. وخلاص بقى اروح اخد القهوه بتاعتي اشربها واخد الشاور اللطيف واقعد بقى مع نفسي، ويبقى خلاص الدنيا حواليا نظيفه وزي الفل. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه، تدعمونا بلايك، تفعلوا الجرس على علامه الكل. مستنيه تعليق حلو منكم. باي باي.